بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نوريكم طريقة عمل كرات اللحمة السويدية التحفة جدا. ودي المكونات تقدروا تاخدوها سكرين شوت. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعوا لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم بإذن الله. ويلا نبدأ في الطريقة على طول. وأول حاجة هنحتاجها معانا هي نص كيلو لحمة، وفي الأكلة دي نسبة دهون اللحمة مش هتفرق قوي، فعادي هاتوها زي ما تحب. وهنبدأ نحط التوابل على طول، وهي ملح، فلفل أسود، توم باودر، وكمان هنحتاج توت لبن صغير كده، وهنحتاج 3/4 كوباية بقسماط. ويلا نشقلب المكونات على طول في بعض لحد لما يشقلبوا كويس، وشقلب شقلب شقلب. أهم حاجة نتأكد إن هما وصلوا للشكل ده ومفيش أي كتل للبقسماط. وهنحتاج طبق فيه دقيق. وأهم حاجة وانتوا بتعملوا الأكل عشان يطلع حلو اعملوه بحب. وهنبدأ نكور اللحمة وندحرجها على طول في الدقيق، ومش هنحتاج الكرة كبيرة قوي او صغيرة قوي، احنا تقريبا هنحتاجها قد كرة البنج كده. وخلي بالكم وانتوا بتكوروا اللحمة وبتدحرجوها في الدقيق لازم تتغلف من كل مكان بالظبط بالدقيق. وكده خلصنا كور اللحمة كلها، يلا ندخل على اللي بعده. هنجيب بقى طاستنا ونحط فيها زيت ونسخنه كويس. بعد ما سخن الزيت كويس هنبدأ ننزل بكور اللحمة. هنحمر كور اللحمة من كل جنب لغاية ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه دلوقتي. واول ما توصل الشكل ده هنطلعها نحطها في طاجن بايركس. وبعد ما نخلص قلي كور اللحمة هنبدأ ننزل بمعلقة زبدة في نفس الطاسة اللي قلينا فيها الكور، بس بعد ما نقلل كمية الزيت شوية. هننزل في الطاسة بحوالي معلقتين دقيق. وهنحمر الدقيق لحد لما ياخد لون غامق شوية، أغمق من لون البشاميل. بعد ما الدقيق ياخد لون هننزل بكوبايتين لبن بس بالتدريج، ونقلب كويس عشان ما يكتلش. وهنا هننزل بمكعب مرقة لحمة ونص كوباية مية، بس ممكن تستبدلوهم بكوباية شوربة لحمة لو متوفر عندكم. وطبعا مش هنحتاج نحط ملح على الصوص ده علشان المرقة بيكون فيها ملح. هنقلب كويس لغاية لما يتقل بالشكل ده. وأول لما الخليط يتقل هننزل عليه بعلبة كريمة طهي وهنقلب كويس جدا، وكده يبقى الصوص بتاعنا خلص. هنجيب الطاجن بتاعنا وهنرص فيه كور اللحمة وهننزل عليه بكل الصوص اللي احنا عملناه. ونتأكد ان كل الكور متغطية بالصوص كويس، وبعدها هندخله على فرن درجة حرارة 250 لمدة نص ساعة او لحد لما ياخد وش احمر. وهنا جت اللحظة اللي كلنا بنستناها ان احنا ندوق. هي بصراحة الريحة ايه جامدة جامدة جامدة. بصت ما قبل الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الطعابة والحلاوة دي اقسم بالله. عظمة أوي عظمة أوي عظمة عظمة. أوي. استنى، لا انا مش هاكلها كده، انا هجرب معاها مكرونة. هو احنا اللي قلنا موضوع المكرونة ده. المفروض تتاكل مع بطاطس او رز. دي لازم تتعمل كل يوم. كلمة كور لحمة انا كنتها في حياتي. المكرونة معاها تحفة. انا مش قادر اقطعك. انتوا لازم تجربوا بجد. انت قطعتها لي انا قاطعها النفس. وانا وانت ايه اتنين. بجد احنا لازم نعملها طبيعي في البيت اصلا بعد كده. والله فعلا دي تدخل قلبك مش بقك. عمي يا جمل كلكم لازم تجربوها حقيقي. وصفة تنفع في العزومات. تاخد حوالي نص ساعة تقريبا. فعلا مع المكرونة تحفة. ممكن وبرضه برضو مع الرز الأبيض. تبقى جميلة. لا بس هي جميلة.